السلام عليكم يا شباب. عشان لو انت ما انتش فاهم تفرق ازاي بين جملة المبني للمعلوم والمبني للمجهول. الجملتين اللي قدامك دول احمد نقط واتش تي في ناو. الجملة التانية تي في نقط واتش باي احمد. الجملة الاولى هتتحل ازاي والجملة التانية هتتحل ازاي؟ الجملة الاولى فيها ناو. ناو دل على المضارع المستمر. المضارع المستمر تكوينه ام از ار والفيرب مضاف له ان جي. الفاعل اللي عندي قدام فاعل عاقل هو اللي هيعمل الفعل، فتبقى الجملة مبنية للمعلوم، فيبقى هنا is watching. طيب الجملة التانية تي في نوت واتش باي أحمد. الجملة دي معلمها إن تي في فاعل جماد، ففاعل جماد استحالة هو اللي يعمل الفعل، فتبقى الجملة دي هنا مبنية للمجهول. وانت خدت دراسة المبني المجهول عندك في زمن المضارع البسيط، فيبقى هو طبعا بيتكون من am أو is أو are زائد التصريف الثالث للفعل. تي في هنا مفرد فتبقى is، التصريف الثالث من watch فتبقى watched. عشان لما تجيلك الجملتين زي كده تبقى فاهم امتى هتحطها في مضارع مستمر، امتى هتحطها في مبني للمجهول، والمبني المجهول اللي انت درسته في زمن المضارع البسيط. بص يا معلم، عشان انت لو قلت ان الجمله ديت سهله لان باي من علامات المبني للمجهول فالموضوع هنا سهل شويه، لا طب تعالى هجيب لك جمله تانية خالص اهيت. الجمله بتقول furniture نقط make in the meter. طبعا الجمله ديت برضو هنا مبنيه للمجهول. ليه؟ furniture يعني الاثاث، والاثاث ده برضو شيء جماد، فطبعا استحاله هو اللي يعمل الفعل، فتبقى الجمله هنا برضو مبنيه للمجهول. جمل المبني المجهول زي ما بقول لك عشان تحلها صح هي لازم تكون بادئه بفاعل جماد. هنا طبعا ما عنديش باي ولا عندي اي حاجه. الحته المهمه اللي عايزك تاخد بالك منها ان furniture كلمه لا تعد uncountable noun، فعشان كده هتبقى هنا is، يبقى furniture is مش are. وميك طبعا التصريف الثالث منها made، فيبقى ده برضه تصحيح الجمله دي furniture is made in the meter. بص يا معلم، عشان برضو في سؤال مهم كده لازم تاخد بالك منه. السؤال اللي قدامك ده اللي هو where are these shoes sell. لو انت حليت بسرعة من غير تفكير هتحط السل هنا ing على اساس ان طبعا عندك هنا are، وطبعا ده كده خطأ. ليه بقى؟ لان الفاعل اللي عندك هنا these shoes، وthese shoes زي ما قلنا لسه برضو جماد، وبما انه جماد فهيبقى السؤال ده برضو مبني للمجهول. يعني لو مكان these shoes هنا اي فاعل عاقل في الحالة دي هتحط السيل اي ان جي اللي هي متبوعة طبعا بفيرب تو بي، لكن بما ان ما زال الفاعل اللي قدامك جماد فسيل هنا هتبقى تصريف ثالث، فتبقى هنا sold. يبقى where are these shoes sold. بص يا باشا، جملة كمان من الجمل المهمة اللي عايزك تاخد بالك منها جدا. الجملة دي when I was 10 I used to not was funny. انا عايزك تبقى فاكر دايما ان to من حروف الجر اللي بيجي وراها فعل في المصدر infinitive، وانفينيتيف ده اصل الفعل بدون اضافات، اصل الفعل بدون اضافات. طيب انا المفروض دلوقتي محتاج المصدر من was. المصدر من was يا شباب، المصدر من was be، المصدر من was be. when I was 10 I used to be. خليك فاكر دايما to بعدها مصدر الفعل، فانت محتاج تجيب المصدر من الفيرب اللي قدامك ده. المصدر من الفيرب ده هو be. من الجمل المهمة جدا كمان عشان تبقى واخد بالك الجملة اللي قدامك دي أو السؤال اللي قدامك ده اللي هو does you ready to play. اوعى تستعجل وتقول لي هنا يو فتحط هنا دو، هو اجيب لك does عشان يلخبطك وتحط دو، طبعا هنا خطأ. تصحيح السؤال ده are. ليه are يا معلم؟ لأن ready دي صفة والصفات بتسبق بفيرب to be، فهنا لازم يكون are، لازم يكون are مش دو. ركز قوي في السؤال ده، سؤال الامتحانات.